الحكاية بتبدأ مع المعلم وونج وهو بيراقب تلاميذه بيتدربوا على الكونج فو. بعد كده أمر مساعده يخلي باله من التلاميذ لأنه وراه مشوار مهم لازم يروحوا، فمساعد المعلم نفذ الأوامر بدون كلام. لكن في وسط التدريب في هونج فضل يتريق عليه. في هو ابن المعلم وونج لكنه مشاغب ودايما بيعمل مشاكل، ده غير انه هزق مساعد المعلم وخلى كل التلاميذ يضحكوا عليه، فالمساعد اتخانق معاه. وهنا في هونج قال له انت مدرب فاشل وملكش في الفنون القتالية. بعد كده وقعه على الارض برجل خطافية، واول ما مساعد المعلم حاول يهاجمه في هزقه قدام الجميع وهزمه بسهولة لانه ماهر بالكونج فو. بعد التمرين في هونج قعد ياكل وسط السوق مع اصحابه الفشلة، لكن فجأة في بنت جميلة عدت من قدامهم، وهنا في قام عشان يعاكسها، لكن والدة البنت ظهرت وهزقته قدام كل الناس. في البداية في افتكر والدة البنت ضعيفة وفضل يشتم فيها، لكنه اتفاجئ انها معلمة كونج فو ماهرة جدا وتقاتل معاها بشراسة. فوالدة البنت مسكته علمته الادب ولطخته بالقلم اكتر من مرة لانه شاب فاشل ومهزأ. في النهاية في هونج خسر القتال وساب البنت ووالدتها لحالهم. بعد كده بنقابل جيري يبقى ابن واحد من اغنياء المدينة، لكنه شاب مغرور بيتبلطج على الناس الضعفاء. ولما كان بيحاول يسرق راجل فقير فجأة في ظهر، مع ان في شاب فاشل وبيعمل مشاكل كتير الا انه طيب من جواه، عشان كده قاتل جيري الندل وما كانش خايف منه. بعد كده مسكه روق عليه باستخدام مهاراته المتميزة بالكونج فو، ده غير انه سرق فلوسه عشان يعطيها للراجل المسكين، ونزل في جيري طحن لحد ما فضل يعيط زي الاطفال الصغيرة. في الوقت ده السيدة اللي في يتخانق معاها قابلت المعلم وونج، وهنا بنعرف ان السيدة دي اسمها ليندا وتبقى اخت المعلم. اما في اتصدم لما شافها من بعيد وتفاجئ انها تبقى عمته، فخبى وشه عشان ما تشوفهوش، لكن بدون فايدة لانها عرفته في النهاية. بعد كده قالت للمعلم وونج ان في عاكس بنتها. طبعا المعلم انفجر من الغضب ولطخ في قلم خلاه يتشقلب في الهواء. وفي وسط خناقة المعلم وونج مع في فجأة لي ظهر. لي يبقى والد جيري الشاب البلطجي، وكان جاي عشان ينتقم من في لانه كسر عظم ابنه. في البداية لي واتباعه كانوا عايزين يمسكوا في يطحنوه بسبب افعاله، لكن عمته ليندا دافعت عنه وقالت انهم لازم ينظموا قتال كونج فو عشان يحلوا مشاكلهم. بالفعل ليه اختار اقوى مقاتل عنده عشان يحارب في هونج، ومع ان في ماهر بالكونج فو وملهوش حل الا ان خصمه كان بيستخدم تقنية كف الموت وقدر يتصدى لكل هجماته. فالعمة ليندا ساعدت في وقالت انه لازم يستخدم فن الافعى عشان يقدر يكسب، وهنا في نفذ تعليمات عمته واستخدم فن الافعى من اجل هزيمة ليه واتباعه وخلاهم يجروا من الخوف زي الكلاب. بعد المعركة المعلم وونج قال لفي انت سببت لي مشاكل كبيرة ولازم تتعلم الادب. تاني يوم في اتذنب في وضعية مؤلمة وكان في شمعة تحته عشان لو حاول يستريح يتلسع من النار. اما مساعد المعلم راقبه طول اليوم، ده غير انه فضل يعذب فيه اكتر واكتر لانه هزقه قدام التلاميذ. لكن فجأة صديق في ظهر وكان معاه خشبة وضعها تحتيه عشان يقعد عليها زي الكرسي، بس للأسف اول ما المعلم وونج حضر لاحظ ان في مستريح على خشبة وبيحاول يتفادى العقاب، فسحب الخشبة من تحتيه ووقعه على الشمعة عشان يتلسع. بعد كده ربطه في بيت مهجور وعلق برقبته وعاء مية كبير. قبل ما في هونج يفقد الوعي من التعذيب صديقه رجع من جديد وكان معاه اكل، ده غير انه فك قيوده بصعوبة وحرره من الاسر. بعد كده قال له انت لازم تهرب لان والدك غضبان عليك بسبب المشاكل اللي عملتها ولو شافك مش هيرحمك. تاني يوم في هرب على المدينة وراح لمطعم لانه كان جعان جدا. بعد كده قعد مع راجل غني وفضل يطلب كل الاكل اللي نفسه فيه. طبعا الراجل الغني اتفاجئ لانه اول مرة يشوف في هونج في المدينة وما كانش مصدق عينيه لانه بياكل بسرعة كانه عمره ما شاف اكل قبل كده. بعد ما في شبع قرر يمشي وقال لعامل في المطعم ان الراجل الغني يبقى صديقه وهو اللي هيدفع الحساب، لكن المصيبة هي ان الراجل الغني يبقى صاحب المطعم. وبكده خطة في فشلت وكل العمال اتلموا عليه عشان يدفعوه الفلوس، ده غير ان شونج حضر بنفسه. شونج هو عامل الامن بالمطعم وبيطحن اي حد بياكل وما ينفعش. في البداية في دافع عن نفسه ببسالة وقدر يهزم كل العاملين بالمطعم، لكن شونج قوي جدا وقدر انه يسيطر عليه. بعد كده العمال حصروا في هونج وفضلوا يضربوه لحد ما فضوا بطنه من الاكل، لكن فجأة راجل عجوز مجهول الهوية قال لعمال المطعم يسيبوا في لانهم كتير وهو لوحده. بعد كده بدأ يقاتلهم
منهم. الراجل العجوز كان ماهر جدا بالكونج فو، ومع ان سنه كبير وعمال المطعم اكتر منه في العدد، الا انه كان بيتميز بسرعته وحركاته البهلوانيه الرهيبه، وقدر انه يهزمهم كلهم عشان ينقذ في منهم. بعد ما في والراجل العجوز هربوا من المطعم بنجاح، في شكر الراجل العجوز لانه انقذه وساله عن اسمه، فقال ان اسمه المعلم سو. في البدايه في حكى للمعلم سو عن والده وقال انه هربان منه لانه بيعذبه، فالمعلم سو قال لفي انه صديق والده العزيز ويبقى موجود هنا عشان يدربه ويعلمه الانضباط. طبعا في اترعب وقرر يهرب لانه مش عايز يرجع لوالده من جديد، لكن بدون فايده لان المعلم سو ذكي وسريع وقدر يحاصر في وسط الغابه. ففي استخدم فن النمر وحاول يدافع عن نفسه، بس المعلم سو مسكه هزقه وقال له انت فاشل بالكونج فو. بعد كده في استخدم فن القرد وفضل يتشقلب في كل حته، اما المعلم سو تفادى ضرباته بسرعه البرق وقعد على قفاه بمهاره. بعد كده فضل يضربه لحد ما في سكت وتعلم الادب. المعلم سو اخد في لبيته وبدا يعلمه اسرار الكونج فو عشان يبقى شاب قوي ويبعد عن الفشل، لكن في انتظر لما المعلم نام وحاول يهرب. وهنا بنعرف ان المعلم سو ربط في من صباع رجله وجهز ليه فخاخ في كل حته عشان ما يهربش، ده غير انه كان بيدربه على اصعب التمارين كل يوم. اما في حس بالتعب الشديد وقرر انه لازم يهرب باي شكل، فانتظر لما المعلم سو ما كانش واخد باله وعمل نفسه بيغرق في وعاء مائي. طبعا المعلم سو اتصدم وجري باقصى سرعته عشان ينقذ في من الغرق، لكنه غفله ولبسه في وعاء الميه. بعد كده وضع عليه حجر ضخم وهرب وسط الغابه في ثواني. بعد ما في هرب قعد عشان يستريح ونشف هدومه على النار، لكن فجأة في راجل ظهر وطلب منه يمشي لان ده مكانه. طبعا في عنيد ورفض يسمع الكلام لانه ما يعرفش ان الراجل ده يبقى هو ساندر ليج، اقوى سفاح في الصين كلها. اول ما ساندر ليج اتعصب على في بدأ بقتاله، ومع ان في ماهر بالكونج فو وكان رافض يستسلم، الا ان ساندر ليج بيستخدم فن قدم الموت، وده اسلوب قتالي بيهتم بتوجيه ضربات مدمرة عن طريق الرجل. للاسف في اتمسك الطحن كانه عيل صغير، وساندر ليج اهان كرامته وقال له انت مجرد كلب ملكش لازمه. بعد كده شتم والده وحرق هدومه قدام عينيه. طبعا في اتصدم وما استحملش الذل ده، فبدأ يجري وسط الحقول ووعد نفسه انه لازم يبقى قوي عشان يرجع لساندر ليج وينتقم منه باي تمن. في الوقت ده المعلم سو كان بينشف هدومه من الميه، لكنه اتفاجئ ان في رجع البيت. في حاول يصالح المعلم سو بعد ما هرب منه، لكن المعلم فضل غضبان، واول ما في اخد كوبايه نبيذ وقدمها ليه المعلم سامحه اخيرا وامره ينشف هدومه، بس في الغبي ولع في الهدوم وخرب كل حاجه. تاني يوم في رجع التدريب من جديد، لكنه المره دي اتمرن باقصى ما عنده لانه عايز يبقى قوي عشان يهزم ساندر ليج وينتقم منه لانه اهانه. اما المعلم سو كشف لفي كل اسراره وكان بيعامله زي ابنه بالظبط وبيهتم بيه. لكن في يوم من الايام لما في كان بيملى جردل الميه باستخدام فناجين صغيره، لاحظ ان المعلم سو نايم، فبدأ يغش وحاول يملى الجردل بشكل اسرع. بعد كده راح للمعلم وقال انه خلص تمرين، لكن المعلم كان يعرف انه بيغش واعطاه فناجين اصغر عشان يفضي الجردل من جديد. ففي رجع التمرين وهو بيعيط. بعد نهايه التدريبات المعلم سو طلب من في هونج يكسر حبه جوز باستخدام صوابعه بس، لكن في فشل وما قدرش يكسرها، فبدأ يتمرن طول الليل والنهار على كسر حبات الجوز عشان يطور من قوه اعصابه لحد ما نجح اخيرا، وقال للمعلم انه لازم يستريح لانه عمل مجهود كبير. بالفعل المعلم سو اخد في معاه ونزلوا السوق عشان يستريحوا من التدريب، وبدأوا يراهنوا على مبالغ ماليه كبيره. اما المعلم سو كسب كل الناس لدرجه ان زلطه بلطجي المنطقه حضر بنفسه وتحدى المعلم على كل الفلوس، لكن المعلم سو عينيه سريعه جدا وقدر يكشف ان زلطه بيغش في اللعبه. فزلطه سبب فوضى في المكان وحاول يهرب بالفلوس، لكن المعلم سو مسكه على اخر لحظه وفي بدأ يقاتله. زلطه كان بيستخدم فن الرأس الحديديه ودماغه بتدمر اي حاجه في طريقها، ومهما في حاول يغلبه ما كانش قادر، فالمعلم سو اعطاه مطرقه حديديه عشان يهزمه. بالفعل في نفذ اوامر المعلم واستخدم المطرقه لضرب زلطه على دماغه لحد ما خلاه يستسلم. بعد كده في رجع التمرين من جديد وكان بيركز على تقويه اعصابه وقوه قبضته. وهنا المعلم سو طلب منه يروح المدينه عشان يشتري نبيذ، لكن في الغبي اخد الفلوس وصرفها كلها على الاكل. بعد كده ملأ ازازه النبيذ بالميه. في الوقت ده المعلم سو ايديه بدأت تترعش لانه لو ما شربش نبيذ بيبقى ضعيف، ده غير ان زلطه الندل احضر ملك البامبو عشان
يرجع حقه. ملك البامبو مقاتل ماهر باستخدام العصا، واول ما لاحظ ان المعلم سو ايديه بتترعش بدأ يقاتله بشراسة، فالمعلم حاول يتفاداه بكل ما عنده. لكن في وسط القتال في هونج حضر اخيرا، والمعلم اتفاجئ لانه بدل النبيذ بالميه، ولان في لسه مبتدئ والمعلم سو كان ضعيف، ملك البامبو مسكهم روق عليهم وخلاهم يجروا منه زي الجبناء. بالليل في فضل زعلان لانه اتسبب في خسارة معلمه، فالمعلم سو قال له ما يزعلش وقرر يعلمه فن المعلم السكير. الفن ده بيشتغل لما المقاتل يبقى سكران، عشان كده في والمعلم فضلوا يشربوا نبيذ طول الليل. لكن فجأة في هونج فقد الوعي. تاني يوم في بدأ يدرس فن قتال المعلم السكير، وتعلم كل اساليبه السرية عشان يبقى ماهر بالهجوم والدفاع باستخدام ايديه ورجليه. ده غير انه اتعلم حركات بهلوانية رهيبة عشان يقدر يهزم اي حد يقف بطريقه. في الوقت ده ليه والد جيري البلطجي قابل المعلم وونج والد في، وطلب يشتري مدرسة تعليم الفنون القتالية الخاصة بيه بمبلغ مالي ضخم جدا، لكن المعلم وونج رفض طلبه. فليه اتعصب وبعت رسالة للسفاح ساندر ليج عشان يقتله. اما في كان مروح البيت وبالصدفة شاف ملك البامبو هو وتلاميذه، فقرر يهجم عليه عشان ينتقم منه ويرجع حقه. في البداية بنعرف ان في اصبح قوي بسبب اسلوب المعلم السكير، وقدر انه يمسك ملك البامبو يطحنه قدام كل تلاميذه. ده غير انه استمر في شرب النبيذ بكميات رهيبة لحد ما اصبح سكران جدا ومهارته الحقيقية ظهرت. لما في غلب ملك البامبو سرق منه وعاءين نبيذ كبار عشان يقدمهم للمعلم سو، لكنه اول ما وصل البيت لقى رسالة من المعلم سو قال لفي انه انهى تدريباته اخيرا وجه الوقت عشان يرجع لوالده. ففي حس بالحزن لان المعلم سو مشي وسابه. في الوقت ده المعلم وونج كان في مدرسته، لكن واحد من تلاميذه قال له يجي معاه بسرعة لان في حرامية بيحاولوا يسرقوا املاكه. وهنا بنعرف ان التلميذ ده خاين واستدرج المعلم وونج الفخ، لان السفاح ساندر ليج ظهر فجأة وقال للمعلم انه هيخلص عليه عشان ياخد من ليه مبلغ مالي كبير. للاسف ساندر ليج قدر يسيطر على المعلم وونج في القتال لان المعلم سنه كبير وما كانش قادر يدافع عن نفسه. لكن من حسن الحظ في تلميذ مخلص احضر معاه في ووصلوا لانقاذ المعلم وونج. في البداية في اتصدم اول ما شاف ساندر ليج لانه اهانه قبل كده وقال ان الوقت جه عشان ينتقم. اما المعلم سو اعطاه ازازة نبيذ وقال له يشرب منها عشان يظهر قوته الحقيقية. بالفعل في هونج فضل يشرب من ازازة النبيذ وسط القتال وقدر انه يفعل اسلوب المعلم السكير. بعد كده تفادى ضربات ساندر ليج بسرعة البرق ونزل فيه طحن بدون رحمة لحد ما كسر رقبته وانهى حياته تماما. وبكده في رجع حقه من جديد وخلى معلمه ووالده فخورين بيه. وده كان ملخص فيلم درانكن ماستر. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.